السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم كيف كتلاحظوا جيت نشارك معكم البهله او الغريبه على الطريقه المغربيه. والصراحه واحد البهله اللي هي كتجي مفقعه وتجي يعني زوينه وتحمر الوجه. بسم الله على بركه الله. قبل ما غادي ندوزو للطريقه والمكونات، اللي ما مشتركش في هذه القناه يشترك فيها فضلا وليس امرا، وكذلك ما تنسوناش بلي لايك الفيديو وشي كومونتير اللي يكون زوين بحالكم. بسم الله على بركه الله. يلا ندوزو للطريقه. كيف كتلاحظوا معايا هنايا عندي واحد نصف كيلو هكذا نتاع الدقيق، يعني الخاص بالحلويات، يعني نصف كيلو اللي كتعادل بكاس العنبه، يعني كتعادل 5 ديال الكؤوس. عندي هنايا واحد الكاس قل ربع هكذا نتاع الزنجلان حبوب. عندي اللوز يعني اللي طحنته هكذا وحمرته بقشورو وطحنته. عندي هنايا واحد الكاس قل ربع هكذا نتاع الكاوكاو. عندي واحد الفانيليا، معلقه كبيره نتاع القرفه، وعندي كاس نتاع سكر سنيده، وعندي 2 ديال الخمارات. بسم الله على بركه الله. يلا ندوزو للطريقه. اول حاجه غادي ندير هاد الفانيليا، يعني ممكن هاد الفانيليا يعني تعوضوها في لو كراميل، راه كتجي يعني كتجي به رائعه هاد البهله. غادي ندير هكذا واحد معلقه صغيره هكذا نتاع القرفه، الزنجلان واحد الكاس هكذا قل ربع، عندي اللوز واحد الكاس. يعني ممكن هاد اللوز ما ديروش، الا بغيتو ديروا غير الكاوكاو بوحدو ديروا غير كاس زنجلان وكاس كاوكاو، يعني راه كافي. انا يعني الصراحه بغيتها تجيني منكهه اكثر، درت كاس نتاع الزنجلان وكاس نتاع اللوز. غادي نضيف هكذا واحد الكاس نتاع سكر سنيده، يعني اللي عنده سكر ثقيل يعني بغى يعوضوا به يعوضوا. انا غادي ندير كاس هكذا نتاع السكر، كاس يعني ما يعادل 100 غرام. يعني بغيتو تعبروا بالميزان، يعني 100 غرام تاع سكر سنيده، 100 غرام تاع الزنجلان، 100 غرام تاع اللوز، و100 غرام نتاع الكاوكاو. غادي نضيف هكذا واحد 2 ديال الخمارات من الفئه نتاع 8 غرام، خميره الحلويات. صافي دابا غادي ندوز هكذا نخلط هاد النواشف. صافي دابا هنايا غادي نبدا هكذا نجمع بالزيت والزبده. عندي واحد الكاس نتاع الزبده اللي هي مذابه، يعني جميع العبارات عبروهم بالكاس، يعني بكاس واحد. يعني غادي ندير الكاس الاول نتاع الزبده، وغادي نبدا هكذا نجمع في العجين. يعني العجين حاولوا تجمعوه يعني شويه يكون قاصح، يعني ما تجمعوهاش يعني تكون جاريه باش ما تجيكمش هكذا مزيته. صافي دابا غادي نبدا هكذا نخلط في هاد المكونات هكذا مزيان على هاد الشكل. غادي نزيد الكاس الاول هكذا نتاع الزيت، يعني كاس نتاع الزبده وكاس نتاع الزيت، وغادي نحاول نجمع. يعني راه ممكن في هذا الاثناء يعني تنجمع غير بجوج ديال الكيسان، يعني راه على حساب الدقيق وعلى حساب يعني العبارات باش عبرتو. يعني انا ممكن انها تنجمع لي غير بهاد جوج ديال الكيسان، كاس زبده وكاس زيت. ممكن انكم ما ديروش ديك الزبده او عجنوا غير بالزيت، راه كافي، راه كتجي به هكذا هشيشه. يعني انا فضلت انني ندير الزبده لانها اللذه يعني نتاع الزبده يعني كتكون شويه زوينه، يعني ماشي غير انسان هكذا غير زيوتات، فهمتوا؟ ضروري ان هذيك الزبده كتجي زوينه هكذا في الحلويات. ممكن انكم تضيفوها، ممكن انكم تعوضوها غير بالزيت، يعني ما كاين حتى مشكل. صافي دابا غادي ندخل هاد الزيت مزيان في هاد البهله. يعني ضروري انكم تحاولوا تمعكوها مزيان، يعني ما تسرعوش انكم تزيدوا الزيت.
يعني انا هنايا شفتها باقي، يعني خاصها الزيت، غادي نزيدها واحد نصف كاس نتاع الزيت، يعني غير نصف كاس اللي غادي نزيد ليها. يعني خدات معايا هاد العجين 2 ديال الكيسان، يعني واحد الزبده وواحد الزيت ونصف، يعني بالضبط يعني نص كيلو في كاس ديال الزنجلان وكاس نتاع اللوز وكاس نتاع الكاوكاو، كتاخد لكم يعني كاس نتاع الزبده، كاس نتاع الزيت ونصف كاس نتاع الزيت، يعني كاس ونص زيت وكاس زبده. يعني الا ما كانتش واضحه لكم الطريقه ما عليكم الا تخليوها لينا في الكومونتير، نزيدو نوضحوا لكم اكثر. يعني راه كامل الكومونتيرات يعني كنجاوب عليهم. صافي على هذا الشكل كيف كتلاحظوا معايا دابا تجمعت معايا. صافي دابا غادي ندوز هكذا باش نشكلها مباشره، يعني ما نخليها ترتاح، ما ندوزها في حكاكه كيف كيقولوا لكم، ما ندوزها في عجانه، يعني ضروري انكم تسمعكوها غير بيديكم على هذا الشكل. صافي دابا غادي نبدا ناخذ هكذا واحد الكويرات على هذا الشكل، وغادي نبدا نحربل فيهم. ضروري انكم تسكيو هكذا واحد شويه. صافي على هذا الشكل، وغادي نبدا ننزل في الصفيحه نتاع الفرن حتى غادي نعمرها كامله بهذا الشكل. حاولوا يعني ملي تكوروا عليها، يعني حاولوا تسكيو عليها هكذا واحد شويه، ضروري باش يعني تهودوا يعني داك العجين، يعني شويه تسطحوه. صافي انا غادي نستمر هكذا حتى غادي نسالي الكميه كامله، وغادي ندوز ندخلها للفرن ديال الغاز، يعني غير من التحت وتكون النار فوق منها، وعلى نار اللي تكون هي مهيله، ويكون الفران يعني سخون من قبل حتى تبدا تشبك معايا وتحمر من الفوق. عاد نطلعها الفوق يعني باش تحمر عاوتاني من الجهه اللي لتحت. صافي صافي دابا هنايا البنات كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما دخلت الفران الحلوه نتاعي يعني وتشقات وخرجت يعني لهذا الشكل. نتمنى انها تنال الاعجاب نتاعكم. المهم البنات يعني كنصحكم يعني ضروري الفران خصو يكون ساخن، وملي تدخلوا الحلوه يعني الاسفل يعني حاولوا تشعلوا ليها النار من الفوق وتكون ناقصه، وتخليوها في الفران اللي يكون مسدود وما تفتحوش عليها نهائيا، يعني حتى تحسوا بها هكذا تشقات وتحمرات. عاد فتحوا عليها الفران، ومن بعد ما غادي تلقاوها يعني لهذا الشكل وتحمر من الفوق طلعوها الفوق يعني باش عاوتاني تحمر من التحت، وصافي وقدموها على هذا الشكل. نتمنى انها تنال الاعجاب نتاعكم، وإلا عجبتكم هاد الحلوة ما تنسوناش بلي لايك الفيديو فضلا وليس امرا، وما تنسوناش باشتراك في هاد القناة الا ما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق اللي كتخليو ليا، ومع السلامة ان شاء الله الى فيديو قادم باذن الله.